لو بتحب الرسم وبتحب تتفرج على الرسم بس مش عارف الناس دي بترسم ازاي ونفسك ترسم زيهم، تعالى كده جرب معانا بالطريقه البسيطه دي. اول حاجه زي ما احنا دايما بنتفق ان احنا بنرسم الوش عباره عن شكل هندسي وليكن دايره، او ممكن نعمل شكلين هندسيين زي مثلا دايره ومعاه مثلا مربع، ونخلي المربع نخلي الزوايا بتاعته بدل ما تبقى مبوزه كده لا احنا هنخليها كيرفات، ويبقى الشكل كله عامل كده. وادي الخط اللي بالطول اللي هو بيقسم الوش، اليمين يبقى زي الشمال. بعد كده الخط اللي بالعرض اللي برسم عليه العينين والودان بتبقى جنبها. العين عبارة عن كورة، والخط اللي باخده بالعرض ده هو الجفن اللي نازل على نن العين. هي عبارة عن كورة في النص نن عين اسود، والخط اللي باخده بالعرض ده هو الجفن نازل عليها، فبيدي ايه احساس بدل ما هي العين مدورة كده مبرقة لا تحس ان هي ايه هدت شوية. في نفس محاذاة العينين برسم الودان، وادي المناخير في النص، وادي البق، وادي الحواجب. طبعا في رقبة وفي بقى باقي الجسم اللي هنلبس الراجل ده كوفية، وهنلبسه بقى ملابس شتوية. فالملابس الشتوية في الأول بتبقى مثلا إيه لابس جاكيت فيبان إن هو جاكيت. وفي بعد كده بيلبس هنلبسه كوفية، الكوفية بتبقى ملفوفة على رقبته، واخدة جزء ايه من وشه كده من تحت، او اخدة جزء من ايه من دقنه. هي الكوفية عبارة عن ايه؟ عبارة عن حتة قماش كده طويلة، تمام. القماشة دي بتتلف على رقبة الراجل، بس طبعا بتتلف بمعلمة يعني فيها ربطات وحاجات كده بتبقى شياكة. بس احنا هنعمله ايه تلفيعة كده، عارف انت، حدفها كده على وشه. فطبعا مغطية بقى على الجاكيت ومغطية على الحاجات دي كلها. نجيب الطرف بتاعها، وفي طرف تاني بقى ورا او بايه جاي من هنا مثلا. تعال نلبسه ايس كاب. احنا قلنا قبل كده ان احنا بنرسم الوش زي ما هو بنفس الملامح بنفس كل حاجه، ولما بنضيف له مثلا لابس طاقيه، لابس نظاره، لابس اي حاجه بتضاف للاساسي اللي انت رسمه زي اللي احنا راسمينه كده دلوقتي. فهنعمل ايه؟ هنضيف له ايس كاب. فممكن الايس كاب ده يكون لابسه جامد فيكون نازل على عينه ويغطي على حواجبه والكلام ده كله عادي جدا، ما تتلخبطش. كده الحواجب وجزء من العين مش معانا. وباقي الايس كاب بقى لا هديله بقى ايه، مش هسيب الراس كده تبقى هي، لا انا برضو عايز احسسك ان هو لابس ايس كاب تقيل فيبان تخانه القماش، او يبقى زي الصوف. ممكن نعمل له زعبوط كده فوق. فالايس كاب اللي هو الجزء ده كله. والودن طبعا نبقى ندخلها لجوه ايه، جوه الايس كاب كمان. كده احنا رسمنا واحد لابس ملابس شتوية عادي جدا. تيجي نرسمه بقى واقف كامل نفس الطريقة. ادي الراس، هنزل بقى لتحت شوية، وادي الجسم كله. قلنا قبل كده الجسم بنرسمه عبارة عن مستطيل لغاية تحت خالص، وبعد كده باخد ايه جزء كده من النص اللي هو منطقة الوسط، وبعد كده الدراعين. تعال نرسم بقى الدراعين مش نازلين كده لتحت، لا يعني حاطط ايده في جيب الجاكيت. فالدراع نازل من عند الكتف، ومتني هنا من عند ايه، من عند الكوع. ندي بقى ايه يعني تخن كده للجاكيت اللي هو لابسه، بحيث انه يبين لك ان هو ايه ملابس تقيلة. ممكن نعمل له سوستة، مش لازم يكون زراير. واقف كمشان كده فبننزل له رقبته تحت شوية كمان. والرجلين طبعا بناخد ايه زي 8 كده بتفرق ما بين الرجل دي والرجل دي.
والقدم تحت ثابتة على الأرض اللي أنا حددتها. ادي علامة الزائد اللي هي برسم عليها العينين، يعني ادي عين وادي عين والمناخير في النص والراجل كمشان، فنلبسه برضو ايه طاقية كده اللي هي ايس كاب، وممكن لافف كمان ايه اللي هي الكوفية حوالين رقبته. كده راجل لابس ملابس شتوية. ممكن نعمل تحت كده ايه زي الاستيك بتاع الجاكيت من تحت، نعمل له مثلا بيوت وراه بحيث ان احنا نبين البيئة اللي هو واقف فيها، الشارع. تمام، تيجي نجرب بقى نرسم الرسمة دي بالقلم الاسود. ده قلم سبورة اسود. تعالى الاول بالقلم الرصاص نحدد الايه السكتش اللي هنرسم عليه بالقلم الاسود، علشان انا عاوز اقولك على حاجة بالمرة. هنرسم ادي الشخص واقف من فوق لتحت، ممكن نطوله شوية، لا خلينا نطوله احسن. انا عاوز الشخص ده واقف بملابس شتوية في جو هوا جدا، في رياح شديدة جدا. ادي الراس، والراس بنزلها لتحت، يعني مش بيبقى رافع رقبته لفوق، بخليه نازل لتحت، فكتافه طالعه لفوق كده، بحيث ان الراجل واقف كمشان، يعني واقف كده سقعان، واقف متلج، واقف في جو شتوي جامد. حاطط ايده في جيبه، في جيب الجاكيت زي ما رسمنا في السكتش الاولاني. طب انا عاوز انقل حالة الهواء الشديد ده. طبعا الهواء احنا مش بنشوفه، لكن ممكن نشوف اثره على الرسمة اللي هنرسمها. ازاي؟ هقولك. هجيب اي حاجة ممكن تكون طايرة واخلي الراجل ده لابسها، يعني مثلا لو لابس ايه الكوفية اللي احنا قلنا عليها اهي، بس بدل ما اعمل الكوفية نازلة لتحت او كده، اخليها ايه طايرة، اتجاه الرياح مثلا من هنا لهنا. فكل حاجة طايرة، كل حاجة ممكن تكون نازلة طايرة، زي حزام نازل مش رابطه في الجاكيت مثلا، او كوفية لابسها، او اي حاجة، بحيث ان انا انقل صورة الرياح دي للي بيتفرج على الرسمة بتاعتي كده مثلا. نعمل بقى تأثير الراجل ده واقف في هوا. ولو مش لابس الطاقية دي وعملت له شعر، هعمل له شعره ايه طاير برضو ايه لنفس اتجاه الريح اللي انا محدده. يعني لو خلينا ده، لا او سيبه زي ما هو. تمام. وممكن برضو البنطلون يكون طاير كده ايه من الناحية دي، يبقى فيه انه قماش مثلا يكون خفيف شوية، فتحس ان هو طاير مع اتجاه الرياح اللي انت محدده. طيب ايه كمان؟ لو انا هعمل الراجل ده واقف في بيئة، وليكن مثلا واقف في الشارع، وادي البيوت والحاجات، ممكن اعمل مثلا فوق السطح ده مثلا في هدوم كده طايرة. ممكن اعمل شجرة تكون برضو طايرة. الشجر بيبقى خفيف فيديك برضو احساس ان هو طاير، بس كله يبقى في نفس الاتجاه. نعمل برضو شجرة تانية هنا علشان يبقى الشكل ايه كأنه واقف في مكان، يعني في الشجر متوزع بشكل مناسب. طيب لو عملت مطر، في مطر نازل، المطر مش هنزله بخط مستقيم زي ما ناس كتير بتعمل، لا هنزله برضو بميلان، لان المطر وهو نازل بيتأثر باتجاه الرياح. تعالى كده نجرب، احنا بنجرب مع بعض.
تعالى كده نعمل برضو حاجة كده بسيطة. المطر لما بينزل على الأرض خليه يعني ايه، كأن بيطرطش مية كده، فاهم؟ أو مثلا على كتفه. احنا بنحاول نجرب التفاصيل دي. بس دي كانت تجربة بسيطة ازاي ترسم شخص تحت المطر او في جو شتوي جامد جدا. لو حبيت تشتغل معانا سكتشات كتير زي دي اتأكد ان انت بس متابعنا علشان تكون ماشي معانا خطوة بخطوة.